في كل ركن من التاريخ في حكاية ما اتقالتش، وفي وسط الزحمة والضجيج لسه في أماكن بتحكي عن نفسها من غير ما ننطق. قصر عابدين، القصر اللي اتبنى سنة 1863 بأمر من الخديوي إسماعيل على أرض كانت ملك لعابدين باشا قائد عسكري في عهد محمد علي، وعلشان كده تم تسميته بقصر عابدين. المهندس الفرنسي ليو روسو صمم المكان واشتغل فيه نجارين من مصر وفرنسا وإيطاليا وحتى تركيا، واستمر حوالي 10 سنين لحد ما اتفتح رسميا في عام 1874. القصر اللي ممتد على مساحة حوالي 24 فدان، وبعد كده الملك فؤاد الأول ضاف حوالي 20 فدان للحدائق سنة 1921. عدد الغرف الأصلي كان حوالي 500 غرفة. الطوابق العليا كانت فيما سبق مسكن للعائلة الملكية، لكنه حاليا مخصص للرؤساء الدول الزائرين. أما الطوابق السفلية فدلوقتي مقسمة ل5 متاحف رئيسية: متحف الأسلحة، ومتحف الفضيات، ومتحف النياشين والأوسمة، ومتحف الهدايا الرسمية، ومتحف الوثائق التاريخية. الأوضة اللي أنا فيها دي اسمها الأوسمة والنياشين. طبعا هتلاقوا فيها حاجات كتيرة أوي أوي أوي. ودي مجرد بداية. المتحف ضخم، أسراره أكبر من إنها تتقال في جزء واحد. ولو بتحب المحتوى الثقافي اللي بيحترم التاريخ ومجهودك، ما تسيبش الفيلم من غيرك. ادعم المحتوى القوي وساعدنا نوصل الرسالة. اضغط فولو واكتب تعليق قصير، واستنانا في الجزء الثاني من تاريخ قصر عابدين، لأنه جاي بإطلالة جديدة.